ليه الحب أحيانا بيخلينا نبالغ في تحليل كل كلمة؟ ليه الرسالة تتحول لمحكمة؟ عمرك حبيت حد وبقيت بتحلل كل حاجة هو بيقولها؟ كلمة تمام تزعلك، تأخير 10 دقايق يخليك تفكر، ايموجي ناقص يعمل مشكلة، نبرة صوت مختلفة بتتحول لإنذار، وتلاقي نفسك بتعمل سيناريوهات. هو يقصد إيه؟ هو ليه قالها بالطريقة دي؟ طب هو متغير؟ هو زهق مني؟ مع إن الكلام نفسه بس جوه دماغك مش بسيط. السؤال هنا بقى مهم، ليه الحب أحيانا بيخلينا نبالغ في تحليل كل كلمة؟ ليه العقل مرة واحدة بيتحول لرادار؟ هل ده حب ولا قلق لابس لبس حب؟ خلينا نفهم، لأن الموضوع عصبي شوية ومش مجرد حساسية. أول حاجة لازم تعرفها، الحب بيخلي الشخص ده مهم. لما شخص بيبقى مهم المخ بيبدأ يعتبره مصدر للأمان والقيمة والاستقرار، فأي تغير صغير بيترجم فورا كتهديد. يعني المخ مش بيسمع الكلمة، المخ بيدور على علامات الفقد وعلامات التغير. ده مرتبط بنظام اسمه attachment system، نظام التعلق. انك لما بتتعلق بحد اي غموض بيزعجك وبيضايقك، وده بقى مش ضعف منك، لكن لان المخ مبرمج ان الغموض بيساوي خطر في العلاقة، خصوصا لو عندك نمط تعلق قلقان شوية، بتبقى حساس شويتين للإشارات. عاوزك برضو تفهم ان المخ في الحب بيشتغل بالدوبامين. الدوبامين ده بقى بيزود التركيز والترقب والإدمان، فالكلام اللي من الشخص ده بيبقى له وزن مختلف عن كلام أي حد تاني، زي إن المخ بيقول ده مش كلام، ده إشارة. الأغرب إن في الحب إحنا ما بنحللش كلام الشخص، إحنا بنحلل مكانتنا عنده. يعني لما يقول كلمة أنت مش بس بتسأل هو يقصد إيه، أنت بتسأل أنا عنده فين، لسه مهم، لسه بيحبني. فكل كلمة بتبقى اختبار. نقطة أخيرة، إن التحليل الزايد غالبا بيحصل لما العلاقة يكون فيها عدم وضوح أو شد وجذب أو أمان بس مش ثابت. ساعتها المخ بيبقى كأنه في حالة حرب، وكل رسالة هي معلومات مخابرات. وده سبب إن ناس كتير تلاقي نفسها بتحلل أكتر، مش في الحب العميق لكن في الحب القلقان. كمان في خدعة، العقل بيحب يملأ الفراغات. لو الطرف التاني ساكت العقل مش هيستنى الحقيقة، هيخترع تفسير، وغالبا أسوأ تفسير. ودي حاجة بقى اسمها نيجاتيفيتي بايز أو الانحياز للسلبي. المخ بيميل إن هو يختار السيناريو اللي يحميه حتى لو مش واقعي. طيب نعمل إيه؟ أذكى خطوة، بدل ما تحلل الكلمة راقب النمط. الكلمة ممكن تخون لكن النمط ما بيكذبش. اسأل نفسك، هل في دليل حقيقي على اللي أنا حاسه، ولا أنا بحاول أطمن نفسي بالتحليل؟ لأن تحليل الساعات مش بحث عن حقيقة، التحليل بيكون محاولة لتهدئة الخوف اللي جواك. السؤال بقى الأخير اللي يفضل معاك، هل أنت بتحلل كل كلمة لأنك بتحب ولا لأنك خايف تحب وتتفاجئ بالبعد؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ونشوفك الحلقة الجاية.